Welcome to my channel. أتحلمين بشعر طويل وكثيف طبيعياً؟ اليوم سأقدم لك أفضل الزيوت المجربة لتغذية الشعر وتقويته. لماذا الزيوت مهمة؟ الزيوت الطبيعية تغذي فروة الرأس وتروي الجذور وتنشط الدورة الدموية، مما يهيئ لشعرك أن ينمو ويصبح أكثر كثافة وقوة. الالتزام والانتظام هما المفتاح. بانتظام، وراقبي الفرق بنفسك. كيف ومتى يستخدم الزيت؟ دلكي فروة الرأس بلطف أثناء التطبيق. اتركي الزيت لمدة 30 إلى 60 دقيقة أو طوال الليل إذا أمكن. استخدميه مرة إلى مرتين أسبوعياً. النتائج تظهر في الغالب بعد 8 إلى 12 أسبوعاً من الاستخدام المنتظم. اختبري الزيت على منطقة صغيرة أولاً لتجنب التحسس. الزيوت ليست علاجاً سحرياً، ولكنها تساعد على تحسين البيئة المناسبة لنمو الشعر. في حالات التساقط الشديد أو الفراغات الكثيفة، يفضل مراجعة طبيب الجلد. زيت جوز الهند. زيت جوز الهند غني بحمض اللوريك، ويتميز بقدرته على اختراق جذع الشعرة، فيساعد على تقليل فقدان البروتين، ويضفي على الشعر لمعاناً وقوة. طريقة الاستخدام: ضعيه على الشعر وفروة الرأس لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل الغسيل. زيت إكليل الجبل، الروزماري. زيت إكليل الجبل يساعد في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وتحفيز نمو الشعر. ينصح بمزجه مع زيت الناقل مثل زيت جوجوبا، وتطبيقه 2-3 مرات أسبوعياً لمدة 8-12 أسبوعاً لملاحظة الفرق. زيت الخروع. يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك وأحماض الأوميجا 6 التي تساعد على تغذية الجذور وتعزيز كثافة الشعر. استخدميه على فروة الرأس ودلكيه بلطف، ثم غطي شعرك لمدة ساعة قبل غسله. زيت الأركان. زيت الأرغان يعرف بالذهب السائل، وهو غني بفيتامين ه ومضادات الأكسدة. يرطب الشعر ويقلل من التقصف، ويضيف إليه لمعاناً طبيعياً. طريقة الاستعمال: بعد غسل الشعر، ضعي بعض القطرات على أطراف الشعر بلطف. Thanks for watching. Bye.